أهلا بيكم في رمضان بهدوء، المكان اللي بنتعلم فيه نقرب من ربنا من غير ما نضغط على نفسنا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي لأنه بيسرق طاقتنا في رمضان، هو موضوع إرضاء الناس. في رمضان بالذات بنحاول دايما إن صورتنا تكون مثالية قدام الناس. الأم المثالية اللي سفرتها دايما مليانة أكل، الزوجة اللي بيتها دايما جاهز، البنت اللي ما بترفضش طلب، والشخص اللي لازم يحضر كل تجمع. نقدر نقول حاضر لكل حد، بس السؤال الأهم، انت فين وسط كل ده؟ العادة دي بتتكون عندنا لما نبتدي نعمل حاجات صغيرة. زي ايه؟ زي ما توافقي على الحاجة وانتي تعبانة، تخرجي وانتي محتاجة ترتاحي، تعملي عزومات كبيرة وتكلفي نفسك عشان محدش يزعل، تسمعي كلام يضايقك وتسكتي علشان ده مش وقته، ومع الوقت تلاقي نفسك مرهقة ومش فاهمة فيه ايه. رمضان يا جماعة المفروض يبقى شهر هدوء، مش شهر استنزاف. مش مطلوب منك ترضي كل الناس ولا تبقي صورة مثالية في عيون كل الناس. في فرق كبير ما بين الأخلاق وما بين إنك أنت ترضي نفسك. هديكوا أمثلة لما نبطل نرضي الناس ونعمل حاجات حقيقية. لما نبتدي نعمل فطار رمضان صنف أو صنفين بدل الأصناف الكتير، على فكرة ده راح ومش تقصير. لما تكوني تعبانة فتعتذري عن زيارة أو عزومة، ده مش قلة ذوق، انتي كده بتدوري على راحتك. وإنك تحطي حدود للكلام اللي بيوجعك، ده مش قسوة، كل ده وعي ومن احترامك لذاتك واحترامك لنفسك. أوقات كتير بنخاف نزعل الناس، لكن بننسى إن الضغط المستمر بيزعلنا احنا. إرضاء الناس عمره ما كان عبادة، لكن الصدق مع نفسك راحة. وهنا بقى في رمضان جت فرصتنا عشان نسأل نفسنا الأسئلة المهمة. بعمل كده عشان مقتنعة ولا بعمل كده علشان أرضي اللي قدامي؟ مش عايزة حد يزعل مني، ولا أنا عندي القدرة إن أنا أعمل كده بالفعل؟ الهدوء مش معناه إنك أنت تعمل أقل، الهدوء معناه إنك أنت تعمل اللي تقدر عليه من غير ما تكسري نفسك ولا تيجي على نفسك. قوليلي بصدق واكتبيلي في التعليقات امتى آخر مرة عملتي حاجة وانتي مش مرتاحة بس عشان ما تزعليش اللي قدامك. تقدري السنة دي في رمضان إنك تختاري نفسك بدل ما انتي بتعملي ترضي الآخرين؟ اكتبيلي.